عالسلامة، مرحبا بكم في كويزين هنداتي. اليوم باش نحضروا مع بعضنا غريبة بيضة بنوات كوكو. 800 غرام فارينة، باش نحط عليهم 200 غرام نوات كوكو، 250 غرام سكر محور، و500 غرام زبدة. الزبدة خرجتها من الثلاجة تكون هكايا طرية. باش نحط السكر المحور على الزبدة. عندي الملح، باش ناخذ شوية ملح باش نحطه على الفارينة، نخلط الملح مع الفارينة. وتوا باش نخدم اكل الزبدة مع السكر. شوفوا الزبدة كيفاش هكايا طرية الزبدة، نخدمها مليح مع السكر. السكر راني غربلته، يلزمنا نغربلوه باش ما يبداش فيه هكا الكعابة. الزبدة كي نخلطوها مع السكر حتى تبيض، لازمنا نخدموها بالكدا كيما توا هكايا. انا خلطتها. توا باش نحط اكل نوات كوكو هذيا ونخلط. اكل نوات كوكو خلطته مع الزبدة والسكر المحور. توا باش نحط الفارينة، نزيد بالطريف، نحط تاع 3 مغارف ونخلط، وبعد نزيد كل مرة بالطريف حتى نكملوا الكل. توا باش نكمل بقية الفارينة، نكمل نخلطها. توا باش نخلطها بيدي. هكا عجينتها جات باهية، جا قد الفارينة مع الزبدة والسكر هكا تتلم هكايا، مع اللي تزيد تتعرك تولي بالكدا. الغريبة هاني كملت عجنتها، وكي نعجنوها نعركوها بالكدا حتى تسخن في يدينا من قبل وين نعرك فيها. هكا شوفوا هكا تتلم، هكا تلمت. وتوا باش نغطيها ونخليها ترتاح على الاقل ساعتين 3. الغريبة ارتاحت، وهني توا باش نكعبرها. وحضرت طبق دهنته بالزيت ورشيت عليه الفارينة، وتوا باش نحط له البابي كويسون. راهو الغريبة ماذا بينا ديما هكايا ندهنو طبيق بالزيت ونرشو عليه الفارينة باش كيف تطيب لنا كيما وجهها كيما قعرها تطيب بالكدا. توا ناخذ هكايا بالطريف، عجينتها جات باهية هكا في ساعة تلم. نجمو نعملوها بالقالب كيما نجمو نعملوها صوابع زاده. توا باش نستعمل القالب هذايا باش نعمل بيه الكعبات نتاع الغريبة. هاكا نحي هكا الزيت، بيه كعبة الغريبة. بالكعيبة حتى نكملهم الكل.
التبيق هذا يكمل، وتوا باش نكمل التبيق الثاني وظل يتريف. الغريبة كملت، وهني توا باش نحطها في التبيق. نحطو هشي لاصقة بعضها برشا. الغريبة حضرت، وتوا باش نخليها ترتاح شوية وبعد باش نطيبها. الغريبة بعد ما ارتاحت هاني شعلت الفور سخنته، وتوا باش نحطها تطيب في فور سخون ودرجة الحرارة 140 مدة 20 دقيقة. الغريبة طابت وهني توا خرجتها من الفور. الغريبة البيضة اللي بنوات كوكو طابت وحضرت، وهني عبيتها في الصحين. وان شاء الله عجبتكم الريسيت، وان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايمة، وكل عام وانتم حيين بخير وبسلامة وشاهية طيبة.